فاكر أول مرة اتفرجت على أنمي طوكيو جول وقد إيه كنت متحمس إن في أنمي جديد حلو هنبدأ نتفرج عليه، بس فجأة كل ده اتحول من بداية أنمي حلو لإحباط لأغلبية الناس اللي كانت بتتفرج على الأنمي، وأنا أولهم. القصة كان عندها إمكانيات حلوة جدا إن هي تكون واحد من أحسن الأنمي اللي اتعملت في التاريخ، بس للأسف القصة اتحرفت كتير عن المانجا وده خلى إن السيزونز الأخيرة كلها ما تبقاش قد التوقعات بتاعتنا، وبقى في لخبطة في الأحداث والناس ما حبتش إن هي تكمل الأنمي خالص. بس برغم ده كله لسه برضه أنمي طوكيو جول ليه شعبية كبيرة والناس كتير بتحبه، وده ممكن بسبب إن الشخصيات اللي كانت موجودة فيه كنت بتحس فيها بعمق، وفي نفس الوقت أغلبية الفايتس اللي كانت فيه أغلبيتها حلوة، بجانب طبعا الرسم والتحريك اللي بيخلوك تتحمس إن أنت تتفرج على أي أنمي. والسؤال هنا، هل فعلا أنمي طوكيو جول كان يستحق يكون في حتة تانية أفضل ولا لأ؟ أنا بصراحة أتمنى إن هم يعيدوا الأنمي كله من أول وجديد، وأعتقد إن هم هيطلعوا بنتيجة الناس كلها هتحبها. قول لي أنت إيه رأيك في الكومنتات، ولو أول مرة تشوفني ما تنساش تدعمني بلايك وفولو.